مربى الفراولة ما ينفعش يكون الموسم بتاع الفراولة وما نعملش مربى فراولة. مربى الفراولة دي من الحاجات اللي ما بيختلفش عليها اتنين، كبار وصغيرين. معانا في السندوتشات، معانا نحطها زبادي ونعمل زبادي بالفراولة، معانا نعمل منها زبادو. استخداماتها بجد ملهاش حصر. هعملها معاكم النهارده بطريقه سهله جدا، وهقول لكم سر القوام بتاعها، وكمان ليه لونها عامل زي بره بالظبط، وكمان طعمها يبقى احلى من بره. في حله معايا كيلو من الفراوله غسلته كويس وقطعته. هنزل عليه بكوبايه الا ربع من السكر. ما تكتروش السكر هنا مظبوط جدا. هقول لكم بقى ايه الحاجه اللي هحطها هتغنيني ان انا احط عسل او احط جيلاتين او احط عصره ليمونه. هنزل بمعلقتين كبار من جيلي الفراوله، معلقتين بس، يعني بالظبط نص الكيس بتاع جيلي الفراوله. ما تكتروش وتحطوا الكيس كله لانه هيمرر معاكم. جيلي الفراوله هيديني طعم تحفه، قوام متماسك جدا زي الجاهزه واحلى كمان. قلبتها وهسيبها لمده ساعتين، ممكن تسيبيها من بالليل تعمليها الصبح. هتنزل بقى الميه بتاعتها كلها، مش هتحتاج خالص ان احنا نضيف لها اي حاجه. دلوقتي بعد ما مر ساعتين شايفين، بصوا نزلت الميه بتاعتها وتحفه. هرفعها على النار الاول، نار عاليه لحد ما تغلي، واي ريم كده هشيله. طب لو حد قال لي مش هشيل الريم ده بيخلي مدتها قصيره، يعني لو ما شلتهوش اخرها في التلاجة اسبوع 10 ايام. وبعد كده وطيت عليها النار لمده ساعه الا ربع، اتسبكت اكنك بتسبكي طماطم بالظبط، بس ايدك على طول فيها ما تسيبيهاش. شايفين؟ عايزه اقول لكم ريحتها وطعمها ولونها حاجه بجد خرافه. جهزت البرطمان بتاعي وعقمته، غسلته كويس جدا في ميه مغليه وسبته ينشف براحته. وبس كده احط فيه بقى الفراوله بتاعتي. بصوا قوامها، هتلاحظوا معايا، بصوا القوام كمان بتتقل اكتر في التلاجة. لونها كمان حلو قوي. الجيلي بجد من الحاجات المهمه جدا، يعني لو عندك اطفال ما بيحبوش ياكلوا اي حاجه معموله في البيت، مش هيقدروا يفرقوا ان الفراوله دي معموله في البيت. وبكده عملنا احلى مربى فراوله. الناس اللي بتحب تعملها فريش اول باول والفراوله هتخلص عادي جدا، هنجيب الفراوله ونقطعها ونحط عليها سكر كماده حافظه ونعينها في الفريزر ونطلعها تهدى خالص، وبعدين نرفعها على النار، مفيش اي مشكله. ايه رايكم؟ شايفين لونها حلو قوي، قوامها حلو قوي، وكمان طعمها يجنن. لو اول مره بقى تشوفوني، انا اسمي عزه ودي قناتي. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، واستنوا مني فيديوهات تانية كتير سهله وسريعه. اشوفكم في فيديو جديد.